السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعات قناة ادم سعيد او قناة شيف ادم سعيد. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم اول مره في القناه ديالي غادي نقدم لكم البسطيله تلبيه اللي طلب بكم. شحال من اخت قالت لي ديري لنا البسطيله، فان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم بسطيله، ولكن بسطيله بالخضر، كتكون صحيه ولذيذه اكثر، كتجي جميله بزاف. غادي نديروها ان شاء الله بالخضر وبالسمك كذلك، بالخضر وبالكروفيت وبالكالمار، كتكون صحيه بزاف ولذيذه الصراحه. المهم غادي نبداو اول شيء بالنسبه للمقادير. هنايا كنبدا باول شيء الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر حتى هو الا كاين كنديرو هادو، كنخدمهم كوموندات بالنسبه اللي بغاوها. الناس اللي بغاوها بالخضر فقط كتكون شويه ثمن طايحه، ولكن اللي كيبغيها غير بالفواكه البحر كنخدم عليه يعني بفواكه البحر فقط والبصل. هنا كما كتشوفوا غادي نخدموها بالخضر كما شفتوا، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، اي نوع ديال الفلفل. الا كان عندكم غير الاخضر استعملوه، ماشي ضروري يعني هاد الالوان كاملين، انا فقط متوفرين عندي لهذا استعملتهم. هنايا كنبقى نقطع بهذا الشكل هذا، وما تخافوش نهائيا لانها غطيب وغتهرى، غتولي يعني طيبه حتى ما كتبقاش تبان. كنديروها هكا، كنقطعوها من بعد ان شاء الله كنخليوها كتزيد كتشحر شويه في الزيت البلديه. انا دايره معاه هنايا 4 كاس ديال الزيت بلديه، اولا 2 معالق كبار ديال الزيت بلديه، وتندير معاه هذا الفلفل هذا وتنخليهم كيتشحروا فوق البوطي ان شاء الله، باش غادي نضيف من بعد باقي المكونات. كما قلت لكم تقدروا تقطعوهم بهذا الشكل هذا، تقدروا كذلك ديروا تقطعوهم قطع يعني مربعات صغيره كيجيو كذلك جميلين. هنايا من بعد كندير البصل كذلك كنقطعو بنفس الشكل، كنقطعو هكا شرائح طويله. البصله القصبيه هي اللي استعملت هنايا، كنقطعها هكا شرائح بهذا الشكل هذا، وكنديرها كذلك كنضيفها فوق من الفلفل اللي عندي في الطنجره ديالي. والبوطه دائما كتكون ناقصه هكا باش كيتشواو لينا الخضر، ماشي كيتقلاو، كيتشواو. من الافضل انها تكون ناقصه. فالبصله كتطلق الماء، الفلفله كذلك كتطلق لينا الماء، وكنسد عليها وكنخليها كتفور اولا كتشوى على خاطرها، كتجي هائله الصراحه. ومره كنبداو نحركوا فيها باش ما تحرقش لينا، نغطيوها ونغسو عليها البوطه مزيان وتنخليوها. من بعد عاود تنطلعوا عليها كنلقاو الخضر ديالنا كلهم تفوروا اولا كلهم يعني طابوا. دائما انايا غادي نخليها واحد شويه بين ما كتطيب ليا ديك الخضيره واحد شويه، ونعاود نحركها باش ما تحرقش ليا من الاسفل. من بعد غادي نحرك الطنجره كما شفتوا، غير كنسد عليها. ملي كنحلها كنلقى الخضره طاحت يعني الارض، كتجي طاحت الارض كنلقاها طايحه يعني طابت. هنا مازال غادي نزيد نطيبها حتى كتعسل ليا. هاد الخضر ديالي كيتعسلوا مزيان كما كتشوفوا. اللي عندها صعوبه الهضم بالنسبه للفلفل يمكن لها انها تقشرها، حيد لها القشور ديالها عاد باش توضعهم. انا يعني شخصيا عزيزه عليا الخضره ما نحيد فيها حتى شي حاجه، كنخليها بكل شيء ديالها، كتجي جميله. كنحرك كما شفتوا دائما الخضره كتعسل، يعني باقي هنا خاصه واحد شويه طياب. بالنسبه للتوابل ما درتهمش لانني حتى الاخير عاد باش نضيفهم، ما تنضيفهمش يعني في الاول ديال الخدمه اولا في الاول ديال هذا. هنايا بالنسبه عندي الحامض مصير كما شفتوا، اولا بالنسبه للاخوات العرب الليمون معلب. الحامض مصير هكا كنحيد ليه العظيمات وكنطحنو، كان عزيز عليا بزاف الحامض، نديرو في المحشوات ديالي، سواء كان بريوش سواء كان بسطيله سواء كان عطوره، كيعطيو واحد المذاق رائع جدا للمحشوات. تكون حوت ولا تكون دجاج، عزيز عليا بزاف انني يعني ندير لهم هاد الصلصه. هذه الصلصه ديال الحامض كنخليه بقشورو، كنغسلو كنخليه بقشورو، كنقطعو كنقيه من العظيمات، وكنطحنو بالروبو اولا نطحنو بمولينيكس اللي عندكم، بلا ما نضيف لا ماء لا حتى شي حاجه. كنحاولوا اننا نطحنو حتى نحصلوا على واحد لابوري اولا نحصلوا على واحد الصلصه ديال الحامض
بالقشور ديالو. ما تخافوش نهائيا، ما كيكونش مر، لان الحامض ملي كيمشي حتى كيترقد كتحيد القشره ديالو هذيك المروريه كامله، كيكون حامض فقط حامض هكا كيكون. كنطحنو مزيان وكنحتفظ بهاد الصلصه ان شاء الله باش غادي نضيفها في الخليط. كما كتشوفوا الصلصه ديالنا هي هذه، اللون ديالها رائع ومشهي. هنايا كناخذوا الخضر ديالنا كما شفتوا، دائما كنراقبوها حتى كتقرب الطيب. داكشي علاش التوابل دائما كنخليها هي المرحله الاخيره حتى كتقرب الطيب ليا الخضره. هنايا كناخذوا الشعريه الصينيه ديالنا وتنوضعوها في هنايا في الماء باش كترطب ليا. بالنسبه للشعريه الصينيه كتستعملوا على حسب الكميه. انا عندي بسطيله هنا كبيره، ديك الشيء علاش وضعت معاها جوج الاكياس الصغار ديال الفيرميسيل اولا شعريه فيرميسيل. كنخليوها حتى كترطب ان شاء الله، حتى هي باش كنضيفوها في المرحله الاخيره. ما نزربوش عليها، كنخليوها حتى كيطيبوا الخضر مزيان. هي كتكون ديجا راها طيبه عاد باش نضيفها ان شاء الله للطنجره. هنا بالنسبه للتوابل عندي الملح، عندي البزار، عندي توابل عطريه مخلطه ديال الكوزينه، الخرقوم، سكنجبير، وعندي كذلك التوابل اولا الاعشاب المنسمه اللي ما كنستغناش عليها دائما. غادي نديرها غادي نضيفها، غنضيف شويه هنايا وغادي تقريبا 3 المعالق حتى ل 4، وكنحتفظ بشويه باش غادي نضيفو ان شاء الله للسمك ديالي. نتوما ضيفوها على حسب يعني الشهوه ديالكم للتوابل. اللي ما عجزش عليه التوابل فقط يدير ملعقه فقط والملح، ما يكثرش. كنخلط مزيان هكا كتشهوها تاكلوها غير هكا الصراحه. والمحبي الفلفل والبصل فكرتني في اكله كنا كنديروها انا والوالده ديالي الا كتصنت الفيديو. كنا كنديروها يعني كنكونوا غير انا وياها في الدار راس في الراس، ما الغدا ما تنديروش بزاف الغدا، فكنهزوا غير الفلفله والبصله، اي خضره عندنا في الدار، الدنجال، الفلفله، البصله، كنشحروهم بهكا وتنلوحوا عليهم البيض وكنخليوه كيشرب حتى كيتحرق وتنجلسوا وتناكلوهم. يا سلام، احسن اكله واحسن جلسه هي هذيك. انا كما شفتوا ضفت داك الحامض اللي طحنت، كنضيف شويه وتنخلي شويه باش غادي نضيفو ان شاء الله السمك اولا الدجاج على حسب نتوما اش بغيتو تستعملوا. انا هنايا غادي نستعمل السمك. هنا كما شفتوا الخضره ديالي راه تسلات ولات زوينه بزاف. ومن بعد كنضيف عليها الشعريه فيرميسيل في اخر مرحله وتنخلط كل شيء مزيان بهذه الطريقه هذه. اللي ما بغاتش تضيف الشعريه ما تضيفهاش، اللي بغات تضيف كذلك شويه ديال الزيتون دوائر تقدر انها تضيفها، زيتون كحل كذلك اللي بغات. هاد الشرموله هذه راه تقدروا تاكلوها حتى هي غير هكا، ديروها عشيوه هكا للعشاء، كتجي جميله بزاف. كنديرها نيت هكا بالخضر للعشاء هكا بالشعريه فيرميسيل، كتجي لذيذه بزاف. اولا ديروا الشعريه العاديه ديالنا حتى طيبوها وخلطوها مع صفيوها من الماء مزيان وخليوها تبرد، دهنوها بشويه الزيت وخلطوها مع هاد الصلصه هذه ديال الخضر، كتجي رائعه. انا عطيتكم افكار للعشاء بهاد الخضر هادو اللي كيجيو زوينين بزاف معسلين ورائعين. من بعد كندوز باش غادي نحضر السمك ديالي. كناخذ واحد شويه ديال زيت الزيتون وكنوضع فيه السمك. عندي هنايا الكروفيت وعندي الكالمار، كنوضعهم وتندير التوابل كما شفتوا، وكندير الحامض مصير اللي بقى ليا. الحامض مصير دائما كيكون عندي انا موجود، تنطحنو بكميه كثيره وتنخليه عندي، كنستعملو حتى الوجبات ديالي اليوميه، كيجي جميل بزاف. كنديرو شويه ديال الثوم كذلك تنضيفوه باش كيعطي واحد اللذه لهذا الحوت هذا. ما نديروش يعني اللي بغات تستعملوه هنا وهنا تستعملوه، انا استعملته فقط في الحوت اولا فواكه البحر. كنضيف التوابل اللي فيها الملح وفيها البزار، التحميره، اعتذر السكنجبير، الخرقوم، وكنبداو نحركو دائما بهذا الشكل. كنعرفوا بلي هما دغيا كيطيبوا، فقط كيتشحروا غير واحد شويه وتنزولوهم ان شاء الله باش غادي ندوزو نخليوهم كيبردوا باش غادي ندوزو ان شاء الله المرحله ديال الحشو. هنا ضفت شويه ديال الربيع والمعدنوس، غادي نضيفهم في الطنجره الكبيره وغنضيفهم كذلك في هذه الطنجره هذه.
في اخر لحظه حتى كنطفيو البوطات عاد باش كنضيفوهم، باش ما يعني تبقى فيهم ديك النسمه وديك الرائحه ديالهم الجميله. هنايا كنخليو الكل حتى كيبرد. من بعد ما كيبردوا كناخذ هنا غادي نصايب تقريبا واحد 2 بسطيلات وحده اخرى صغيره. غادي ناخذ هذا فاش غادي نديرها، كنديرها في هذا ديال البيتزا، وكناخذ الورقه ديال البسطيله كما شفتوا اللي شريت. كنقول لكم دائما ملي كنكون زربانه على الحاجه كنمشي كناخذ الورقه، ملي ما كنكونش زربانه عليها راني كنصايبها لراسي، فحيت عندي الخدمه بزاف ما قدرتش نهائيا انني نصايبها لانها كتشد شويه اليد، فشريتها. هنايا غادي نحيد ليها ديك الحاشيه ديالها باش هكا ما تجيناش مدربزه بزاف فاش نكونوا تنصايبوا البسطيله. كنقطعوها بسكين المطبخ، نحيدو غير ديك الحاشيه اللي كتكون مقرمله. هذوك الحاشيات كنحتفظوا بهم، كنقليوهم وتنعسلوهم وتنعطيوهم لوليداتنا كيجيو رائعين ولداد. من بعد غادي ناخذ نبدا ان شاء الله في تحضير البسطيله الاولى. كناخذ الزبده ونخلطها مع الزيت، مذوبه مع الزيت كنخلطوهم. كناخذوا الورقات ديالنا ديال البسطيله وكنحاولوا اننا نقادوهم على الصينيه. هنايا ساهله يعني كلشي غادي يعرف كيفاش كتصايب ورقه البسطيله. كندهنوا، اهم شيء اننا ندهنوهم بالزيت والزبده هكا باش كيجيو مقرملين. العديد من الاخوات كيقولوا لي ما تيبقاوش لينا مقرملين نهائيا لانكم ما تدهنوهمش. انايا كنت جربت البريوات كنت كنديرهم للمحل، وشيامات كنت كنسى انني ندهنهم ونعمرهم فما كيجيونيش نهائيا، ما كيبقاوش نهار كامل مقرملين. يعني كتوصل ديك العشيه مثلا درت مع 12 مع 12 درتهم، كتوصل ديك الربعه كتلقايهم لاويين. علاش؟ حيت ما كنتش كندهنهم بالزبده والزيت. من بعد من وليت كندهنهم فولاو كيبقاو يعني شادين، التقرميشه ديالهم رائعين جدا. فاهم شيء انكم تدهنوهم بالزبده والزيت. كما كتشوفوا درت 3 ديال الورقات على حسب الحجم ديال البسطيله ديالي، لان الصينيه عندي شويه ما كبيراش بزاف. كندير غير 3 الوريقات هكا. من بعد كناخذ واحد الورقه كنضيفها في الوسط وكندهنها كذلك حتى هي. كما شفتوا. ومن بعد غادي ناخذ الخضر ديالي اللي نشفات تماما من الماء، خليتها حتى تشحرات مزيان. شوفوا اللون، الالوان اللي كيبانوا فيها رائعين يا سلام. كما شفتوا كنقادها مزيان في الصينيه ديالي، وكنحتفظ بشويه لان غادي نعمر مازال 2 بسطيلات اخرين. كما شفتوا كنقادوها مزيان من الجوانب، ومن بعد كنضيفوا ليها السمك. الصراحه كتجي لذيذه، جربوها لوليداتكم اكيد غادي تعجبهم. كنعمروا مزيان بهذه الطريقه هذه. ومن بعد هنايا تنحاول انني نسد الطريقه باش غادي نسد سهله جدا، يعني ما فيهاش شي هذا. كندهن، اهم شيء انني ندهن باش كتجيني العجينه مقرمله. وكنجمع الحواف بهذا الشكل هذا. من بعد كنقاد الاخرين حتى هما. ما نخافوش نهائيا لان هاد الحواف واخا نجمعوهم ويجيونا عوجين راه اكيد غادي نضيفوا فوق منهم وحده اخرى وغادي يجيونا مقادين. كما شفتوا كنخبيوهم يعني بهذا الشكل هذا وكندهنوا. نحاولوا نخبيوهم. الورقه كنبداو من الورقه الاخيره اللي حطينا في الاول، منها كنبداو وكنتبعوها ما قبل الاخيره وكنتبعوها ثاني الاولى هكا باش كتجينا الطيه مقاده. كندهنوا وتنطويو دوك الجنيبات هكا بهذا الشكل. ملي كنكونوا هكا يعني كتكون باقا البسطيله عوجه، باش كنكملوا ليها لا فينيسيون ديالها هي كناخذوا ورقه اخرى ولا 2 على حسب العرض ديال المقله وتلويوها بهذا الشكل. كما شفتوا كنخشيوها في الجوانب بهذه الطريقه هذه، فكتكمل لينا لا فينيسيون ديال البسطيله ديالنا وكتجي الورقه ولا البسطيله مفينيه. هنايا ماشي اخر مرحله. فملي صايبت هذه مازال غادي نزينها ان شاء الله، وغادي نوريكم الطريقه ديال الزين ديالي على شكل فراشه كتجي زوينه بزاف، كتعجبني بزاف الصراحه. هنايا غادي ندوز باش نقاد البسطيلات الاخرين ان شاء الله، ونشوفوا نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين.
من بعد ما كملت كما شفتوا غادي ندوزو للطريقه ديال التزيين. كما شفتوا طريقه التزيين اللي كنزين بها انا، كناخذ الورقه ديال البسطيله وكنقطعها بهذا الشكل، كنلويها كندهنها بالزبده وتنقطعها بهذا الشكل، اما بالسكين او لا تقريبا بحال التريد، بحال كما كنقطعوا التريد باش كيجينا سباكيتي بحال هكاك. بغينا اوراق هكا سباكيتي كيجيو بهذا الشكل، كنقطعوهم يعني كنستعملوا الكميه على حسب البسطيله اللي عندنا اولا شحال من بسطيله عندنا. دوك الحواشي تا هما كناخذوا الا فيهم شي حاجه رطبه كنقطعوها، الا ما فيهم صافي كنحطوهم تنستعملوهم يعني في القلي. كما لاحظتوا غادي ناخذ الورقه وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا. هذوك الحواشي اولا الحواف بغيتهم داكشي باش قطعتهم لاننا غادي نحتاجهم. كنستمروا دائما بهذا الشكل حتى كنصايبوا واحد الكميه اللي غادي تكفينا باش غادي نقادوا بها البسطيله ديالنا. من بعد هنايا غادي ناخذو باش غادي نصايب الفراشه الفراشه اللي كنزين بها هاد البسطيله هادي. كناخذوا ورقه وكنحيدوا لها دوك الجوانب كما شفتوا. كما قلت لكم الجوانب راه ما كيضيعوش نهائيا، راه كنعاودوا نستعملوهم. هنايا كناخذ الورقه وكنطويها بهذا الشكل بحال الشكل ديال الفرفاره ديال اللي كنا كنصايبوا في الاقسام ديالنا شحال هادي بهذا الشكل هذا. كتولي عندنا بهذه الطريقه. كناخذوا دوك الجوانب وتنلويوهم كما شفتوا، كندهنوهم وتنلويوهم باش يلصقوا لينا على شكل بحال الباندا، وتنسدوا بهم هاد البابيونه من الوسط باش كتعطينا الشكل ديال بابيونه اولا فراشه. كما شفتوا بهذا الشكل كنشدوها، كنحاولوا نديروا داكشي اللي كيبان من الاسفل باش تجينا البسطيله مفينيه، وكنمشيو للبسطيله ديالنا وكنوضعوا عليها هذيك الفراشه وكنحاولوا نحلوها بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا تنخشيو الجوانب في الفوق في الاسفل اعتذر، وكتكون عندنا البسطيله ديالنا. هذا التزيين كندير اما هكا في الوسط اما كنطلع ديك الفراشه الفوق، كتجي الفراشه البابيونه الفوق والتحت كله كيجي مزيان بديك الشعريه ديك الفيرميسيل اللي قطعنا، الورقه فيرميسيل. وهنا كناخذها وتنزين بها الباقي الجهه اللي كتبقى لينا ملسه بهذا الشكل هذا فقط. يعني هذه هو طريقه ديال التزيين اللي كنستعمل دائما، كتجيني جميله جميله جدا. كندهن كل شيء بالزبده والزيت ان شاء الله. الا بغيت نحطهم في الكونجيلاتور كنحطهم في الفريغو تنغطيهم، يعني الا احتاجيتهم. مثلا انا عندي كوموند غدا انا كنحضرهم من الليل، كنحضر كل شيء بالليل. دابا راه تقريبا راه 2 ديال الليل وباقا خدامه فيهم. كنحضرهم كنغطيهم وتندخلهم للمجمد الصباح. يعني ملي مع كيبغيو هما ليهم على 12 ملي كنبغي نطيبهم كنخرجهم جامدين كندخلهم للفران، ما نخليوهمش حتى يطلقوا نهائيا. الا خلاهم حتى كيطلقوا غتعجل لينا الورقه ما غاديش تجي زوينه. غادي ندخلوهم نديروا الفران يسخن، كنخرجوهم من الكونجيلاتور كندهنوهم شي ديال الزبده الزبده والزيت كندخلوهم للفران كيطيبوا لينا كيجيونا هائلين. هنايا غادي نستمر حتى كنكمل التزيين ديال البسطيله الاخرى وكذلك نوريكم حتى البسطيله الصغيره فقط. وان شاء الله كما قلت لكم غادي ندخلوهم للفرن باش كيطيبوا، وغادي نتلاقاو مع الشكل الاخير ديالهم كيفاش كيجيو. وكذلك صايبت واحد الوحده صغيره غير في طيبتها غير في الطاوه، يعني غير في الطيفال فاش طيبتها. بغيت نوريكم الحشوه كيفاش كتجي من الداخل. داكشي باش صايبتها وطيبتها غير في الطيفال، واحد المربع هكا صغيور باش نوريكم النتيجه، لان هذه ما نقدرش نحلهم لانهم ديال الكليان. هذاك الشيء علاش. دونك غادي هنا كما قلت لكم بهذه الطريقه كنقليوهم كنجمعوهم رولوات وكنلوحوهم في الزيت كيتقلاو وكنديروهم في العسل كيجيو معسلين كيجيو فنين. وكنستمروا هكا كملوا ان شاء الله وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كما شفتوا البسطيلات ديالنا هما هادو جاوا بهذا الشكل هذا. غادي ندخلهم المجمد الغد لي ان شاء الله باذن الله. غادي نديرهم يطيبوا ونوريكم كيفاش كيجيو في الاخير. كما شفتوا
تزيين كيجي جميل، يعني كيعطي واحد اللمسه ونظره زوينه بزاف. هذه الصغيره صوبتها بورقه وحده ديال البسطيله، ان شاء الله نوريكم البسطيلات الصغار كيفاش كندير ليهم فقط. تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد حتى ل 15 يوم، ما تيوقع عليهم حتى شي حاجه نهائيا، حتى لشهر حتى حاجه ما توقع عليهم. هذه الصغيره اللي صايبت كما قلت لكم كنطيبها غير في الطفل باش نوريكم النتيجه ديال الحشوه كيفاش كتجي ان شاء الله. بالنسبه للبسطيله ديالنا ها هي من بعد ما وجدات كتجي بهذا الشكل هذا محمره. زينتها بفرماج ايضام، طبعته بدوك الطوابع الصغار ديال الصابلي كما الشعوله ديال العجينه ديال ديك العجينه الحلوه باش كنزوقوا الصابلي، وزينتها بهذا الشكل هذا. درت عويدات درت فيهم الكروفيت وزينتها. من بعد ما خرجت دهنتها بشويه ديال الزيت بلديه باش كتبقى كتبري، كتجي جميله. دونك هذه هي البسطيله ديالنا، نتمنى انها تكون عجباتكم وعجبكم الشكل واخا ولو انه عادي لكن كيبان راقي. دونك هذه هي لا كوموند. عندي كذلك فيها بيتزا كما كتشوفوا حتى هي في لا كوموند. غادي ندوزو ان شاء الله باش نوريكم ديك اللي صايبت كيفاش كتجي كما هي عادي. غادي نفتح عليكم ولا فتحت عليكم في اول فيديو. نتمنى ان ما تكونش شي حامله كتفرج فيا ولا شي حاجه، ولا كانت شي حامله كتفرج وحدايا مرحبا والف مرحبا، نصايبها ليها ونحطها ليها على الراس والعين. كتجي بهذه الطريقه كما شفتوا، كتجي لذيذه بزاف. ما قدرتش نصبر، راني طيبتها في داك الليل مع الجوج ديال الليل وجلست كناكل فيها ما عندي ما ندير، ما كنقدرش نهائيا نصبر لشي حاجه ديال المملحات. كنتمنى ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم ولو واحد شويه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تبارطاجيو الفيديو والقناه كذلك باش توصل ل 100,000 مشترك. السلام عليكم، الى اللقاء.